السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، وليله قدر مباركه علينا وعليكم بالصحه والسلامه والعافيه وطول العمر ان شاء الله، كل ما تمنيتوا. والله يتقبل منا الصيام والقيام ومنكم وصالح الاعمال، والله يبلغنا العيد لا فاقدين ولا مفقودين. وغادي نبداو بسم الله، توكلت على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جيت معكم بواحد جوج ديال الوصفات، بواحد الكومير صغير ديال بانيني بالحشوه ديالو، وبواحد التحليه كتجي زوينه وكتجي بارده. هنا غنبداو بالعجينه ديال الخبز ديال بانيني. عندي نص كيلو ديال الدقيق ديال الفورس اللي هما جوج لايف. عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه. عندي معلقه كبيره ديال سنيده. وعندي معلقه صغيره ديال الملحه. عندي كاس ديال الحليب. وعندي كاس ديال الماء. غادي نشوفوا شحال ديال الماء اللي غادي يعجن لينا هاد العجينه. غادي نخلطوا دوك النواشف، الدقيق ديال الفورس مع الخميره مع سنيده مع الملحه. غادي نضيف ليه داك الكاس ديال الحليب، حليب دافي شويه. غادي نخلطوا مع داك الطحين صافي. وغادي نكمل العجينه بالماء. غادي تبقاو تزيدوا الماء بشويه بشويه تتشوفوا شحال ديال الماء اللي غادي يعجن لكم هاد العجينه. هنا راني درت كاس وغادي نزيد كاس اخر، غنزيد دابا غير النص. وغادي نشوف العجينه ديالي واش تجمعات ولا مازال. راني كنزيد الماء غير شويه بشويه. صافي غادي نكمل داك الكاس اللي بقى عندي ديال الماء. العجينه خاصها تكون جاريه، تكون مطلوقه، ما تكونش قاصحه، ماشي جاريه بزاف. صافي هنا جمعت العجينه ديالي بجوج كيسان د الماء وكاس ديال الحليب. غادي نديرها في العجانه حتى تعجن، ولا عجنوها بيديكم كل واحد كيما هو بغى. هنا العجينه ديالي راها تعجنات. صافي غادي نجمعها شويه بيدي، وغادي ندير منها كرات صغار على قد المسمنه، على قد الكرات باش كنصاوبوا مسمن صغير. هانتوما غادي نبقى هكا تنقطع العجينه كامله ديالي، تنردها كامله هكا كويرات صغار. هنا غادي ندوز باش نشكل دوك القرصات ديال العجينه، غادي نشكلهم على شكل كميرات صغيورين. غادي نطلق ديك العجينه على الطول، هانتوما كما كتشوفوا. وغادي غادي نلويها على الشكل بحال باش كنصاوبوا نيت الكومير. صافي غادي ندير واحد الطاوه ديال الفران، غادي ندير فيها واحد الكاغيط ديال الطياب، وغادي نحط فيها هاد العجينه ديالي. هانتوما شوفوا الطريقه كي كندير، كنطلق العجينه شويه على الطول وكنلويها بحال الشكل ديال البتي بان. هي ما كندير فيها حتى حاجه، كنلوي غير العجينه نيت في وسط نفسها. صافي غادي نبقى هكا حتى نكمل العجينه كامله اللي عندي. هانتوما كما كتشوفوا. صافي هنا كملت العجينه اللي عندي، عمرت الطاوه الاولى وبقات لي هذيك العجينه. غادي نديرها في طاوه واحده اخرى، غادي نغطيها بالكاغيط ديال الطياب ولا بلاستيكه حتى تخمر لي هذه العجينه. صافي هنا من بعد ما خمرات، هانتوما شوفوا غادي نشعل الفران تيسخن وغادي نقص ليه بزاف. غادي ندير الطاوه ديالي من الفوق، غادي تكون لها العافيه من التحت حتى يبداو يطيبوا من التحت، وغنهبطهم عاوتاني شويه لتحت تكون لهم العافيه من الفوق، غير واحد شويه يذهبوا وغادي نحيدهم من الفران. وهذه هي النتيجه اللي عطاوني. شوف كي دايرين، راه واحد الخبز كيجي زوين. اش غنقول لكم، شي حاجه ديال الدار.
هنا غادي ندوز للحشوة اللي غادي نعمر بها هاد الخبيزات ديال البانيني. هنا عندي بصلة كبيرة مشلضة، درت لها شوية ديال الزيت، زيت البلدية ولا زيت نباتية، غادي نديرها تشحر شوية. غادي نزيد عليها 2 خيزويات محكوكين، غادي نحركهم وغادي نخليهم حتى هما حتى يطيبوا شويه. هنا عندي الكفته، كل واحد يدير قياس ديال الكفته اللي بغى. عندي هنا الكفته راه مطحونه ما فيها لا توابل لا حتى حاجه. انا عاد غادي دابا نديرهم لها. درت الملحه، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه ديال البزار، هنا شويه ديال المعدنوس مقطع. غادي نحرك هاد المقادير ديالي، هاد الكفته مع البصله ومع خيزو اللي هو الجزر. صافي هنا غادي نحرك مزيان. غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، غادي ندير فيها غادي نحك فيها واحد الضريس ديال الثومه، درت لها واحد المعلقه ديال الماء، هنا درت ليها شويه ديال الزعتره. غادي نحركهم كاملين وغادي نضيفهم على الحشوه اللي عندي في المقله. قلنا معلقه كبيره د لاصوص ديال المطيشه ديال المركز ديال الطماطم مع معلقه د الماء مع ضرس ديال الثومه محكوك مع الزعتره اللي هي الزعتر البري. صافي هنا الحشوه ديالي راها بردات. غادي ندوز ناخذ دوك الخبيزات ديال البانيني، غادي نقطعهم بواحد المقص باش تشوفوا النتيجه كي دايرين من الداخل. شوفوا كي دايرين، راه ما فيهم لا البابه لا والو، راه واحد الخبيزات كيجيو زوينين. ها نتوما شوفوا مدلوكين مزيان وخامرين مزيان. صافي غادي نقطعهم كاملين بالمقص على الطريقه. شوفوا كي دايرين، شوفوا راه عجينه خفيفه. صافي غادي نقطعهم كاملين. غادي ندوز باش ندير فيهم الحشوه لداخل. هذه حشوه ديال بانيني مختلفه على الحشوات اللي كنعرفوا. جبت لكم هنا حشوه جديده، غادي تجربوها وغادي تشوفوا راه كتجي زوينه وكتجيب مذاق زوين. صافي غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال هاد الخبيزات. هنا غادي ندير لهم الفرماج محكوك موتزاريلا ولا فرماج احمر. ها نتوما كما كتشوفوا. صافي هنا كملت الكميه اللي عندي. سخنت الاله ديال البانيني، لاباراي اللي كنديروا فيها البانيني ولا الشاورما ولا عفوا ولا التاكوس. صافي غادي نستف فيها دوك الخبيزات دياولي وغادي نسد عليها حتى يطيبوا، حتى يتحمروا يوليو لينا على هذا الشكل. ها نتوما كما كتشوفوا راهم سخان. غادي ندير الكميه الاخرى. هنا راهم كملوا عندي الخبيزات دياولي طابو. غادي ندير الكميه اللي بقات. هنا البنات راه تقريبا مازال عندي الخبيزات خاويين، تقريبا قياس هادشي نيت اللي عمرت. غادي نديرهم في المجمد، غادي نستفهم في بلاطو وحده وحده حتى يجمدوا. غادي نجمعهم في بواطه ولا في بلاستيكه ونحتفظ بهم حتى النهار نبغي عاوتاني ندير شي حشوه اخرى وغادي نعمرهم. هنا راني كملت الطياب ديال الخبيزات ديالي في الاله ديال البانيني. غادي ندوز باش نزينهم في طبق ديال التقديم. درت شويه ديال طوماط سوغيز، غادي نزيد نزينهم بوريقه ديال المعدنوس. انا كملت الطبق ديالي الخبيزات ديال البانيني، خبيزات ديال الدار بحشوه ديال الدار، كيجيو زوينين بحشوه فيها واحد المذاق زوين. كنتمنى انكم تجربوهم. ها نتوما شوفوا كي كيجيو دوك الخبيزات. غادي تقدروا تعمروهم باي حشوه نتوما بغيتو. انا عطيتكم الطريقه ديال العجينه ديالهم، واحد الاقتراح ديال واحد الحشوه وانتوما ديروا اللي بغيتو. هنا غادي ندوز باش ندير معكم التحليه. عندي 2 ديال البيضات، عندي ساشي ديال الفاني، نص كاس ديال سنيده، عندي 2 معالق كبار ديال الزيت
ومعلقه د الكاكاو ودقيق الفورس. هانتوما تبعوا معايا الفيديو. هنا غادي نصاوب واحد لاجينواز خفيفه. درت 2 ديال البيضات مع ساشي د الفاني مع نص كاس ديال سنيده، غادي نضربهم بالضرب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ديالهم. هنا غادي نضيف ليهم 2 معالق ديال الزيت نباتيه. هانتوما كيما كتشوفوا الجينواز راه كلشي عارفها. خلطت واحد شويه ديك الزيت مع داك البيض. هنا غادي ندوز باش نضيف الدقيق ديال الفورس مع الكاكاو. هنا عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو. غادي نبقى ندير شويه ديال الدقيق شويه ديال الكاكاو باش ملي نغربلهم يهبطوا مخلطين مع بعضياتهم. ها نتوما شوفوا راني درت 2 معالق كبار ديال الدقيق ديال الفورس ومعلقه ديال الكاكاو. غادي ناخذ واحد السباتول ولا مغرفه ديال العود صافي، وغادي نبقى ندور واحد الدوره من الجنب وغادي ندير وحده الوسط 2 هكا، وحده من الوسط من الجناب عفوا، وغادي ندخل الوسط حتى ما تحاولوش تخلطوا باش هاد لاجينواز ما تهبطش وتجي مدقصه. غرضنا بها تجي مفشفشه تجي خفيفه وبحال بالشكل ديال بونج. ما خصهاش تعجن لينا ولا يهبط لينا داك البيض اللي طلعناه ما خصوش يهبط. ها نتوما شوفوا النتيجه كي كتجي، كيبقى داك القوام منفوخ. ها نتوما شوفوا كي داير صافي. هنا راني درت 2 معالق كبار ديال الفورس ودرت معلقه ديال الكاكاو. اللي ما بغاش يدير الكاكاو بغى يديرها بيضاء يدير 3 د المعالق ديال الفورس. هنا خديت واحد الاطار مربع ولا بغيت ديروه دائري كل واحد يدير اللي عنده. فرشت واحد الكاغيط ديال الطياب ورق ديال الطبخ صافي. غادي نطلق هاد الجينواز. الفران راه شاعل. غادي نديرها من الفوق راه دغيا ما غاديش تاخذ معنا حتى 4 دقائق ديال الطياب لان العجينه رقيقه صافي. خليتها حتى بردات ديك الجينواز. غادي ندوز باش نصاوب الكريمه اللي غادي ندير فوق منها. عندي نص لتر د الحليب، عندي 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، عندي 2 معالق ديال النشا ديال مايزينا 2 معالق كبار، عندي نص معلقه ديال الكاكاو المر. غادي نحرك هاد المقادير كاملين الحليب مع هاد النواشف اللي درت. غادي نديرهم فوق البوطه حتى يسخن مزيان، حتى يسخن بحال الا بغى يغلى. غادي نحيدو. غادي نضيف ليه واحد 5 ديال الشكلاطات ولا 6، وغادي نضيف ليه واحد 4 ديال القطع ديال البسكوي، اي بسكوي نتوما عندكم. غادي نخليه واحد 2 دقائق بيد ما داك البسكوي يشرب داك الحليب ويتنفخ باش دغيا يجينا ساهل تطحن معانا. غادي نحركوه غير بالخلاط يدوي. اللي بغى يديرو في مولينيكس ولا يضربو بالميكسور يضربو صافي. هنا رديت الخليط ديالي فوق البوطه حتى عقد مع التحرك المستمر. غادي ندوز باش نضيف ليه واحد دانون ديال الشوكولات، واحد دانيت ديال الشوكولات كيعطينا واحد المذاق زوين واحد القوام كريمي لهاد الكريمه صافي. هنا غادي ندوز باش نفرغو فوق الجينواز ديالي. غادي نسرح ديك الكريمه فوق ديك الجينواز باش تجي واحد الطبقه متساويه. غادي نخليها حتى تبرد مزيان وتماسك وتشد في راسها. ملي غادي تقصاح غادي نديروها في الثلاجه تبرد باش ندوزو للتزيين. هنا غادي نحيد داك الاطار. عندي دانيت ديال الكراميل، درت جوج كيسان ديال دانيت كراميل لان التحليه عندي كبيره شويه. اللي دارها صغيره يقد يدير غير واحد الكاس ديال دانيت كراميل. غادي نسرح هاد الدانيت ديال الكراميل غادي نسرحو فوق الوجه ديال التحليه ديالي. هنا درت واحد 4 ديال الشكلاطات ذوبتهم مع واحد المعلقه ديال القهوه كحله ولا حليب ولا ماء اللي كان ماشي مشكل، كلهم تيعطيونا نفس النتيجه. ذوبتهم درتهم في واحد
الكيس جوطابل واحد البوش، وزوقتهم هكا على شكل ديال ميلفوي، درت خطوط غادي نبقى ندير بالكوردون، نبقى ندي ونجيب. هاد العمليه راه كلشي كيعرفها. هنا عندي شويه ديال اللوز ايفيلي غادي نزين به من الجناب. صافي هنا كملت التحليه ديالي، كملتها بالتزيين. درت ليها اللوز ايفيلي من الجناب كيعطيها واحد المنظر زوين. وهنا الاطباق ديالي النهائيه، ها هي من بعد ما كملتها. كنتمنى انها تعجبكم، والله يدخل علينا وعليكم ان شاء الله هاد ليله القدر بالصحه والسلامه ان شاء الله، وطول العمر والرزق والتيسير وكل ما تمنيتو في وليداتكم وفي عائلتكم ان شاء الله يا ربي. الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين يا ربي. هانتوما شوفوا هاد التحليه كي كتجي خفيفه وكتجي زوينه، واحد المذاق زوين. وهنا لي بانيني ديالي. هنا غادي ندوز باش نقطع معكم واحد الطريف من هاد التحليه، تشوفوا كي جات. هانتوما كتجي طبقه الجينواز رقيقه وطبقه ديال الكريم وديال داك الكراميل، كتجي زوينه بزاف وبارده ومنعشه، غادي تنفعكم في هاد الصيف ان شاء الله. دابا غنبداو نقلبوا على الحوايج الباردين، وساهله ودغيا دغيا كتوجد. هانتوما شوفوا. وهنا غادي نحل معكم واحد الخبيزه ديال بانيني، تشوفوها كي جات. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات ديالي، وما تنساونيش من لي لايك ومن التشجيعات ديالكم كما كنقول لكم ديما، فضلا وليس امرا، لان التشجيعات ديالكم كيهمونا. وكنتمنى انني نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.